السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى مع بعض النهاردة اجمل واحلى حلويات اسمها رموش الست او عيون الشهد. ما شاء الله، حاجة سهلة وبسيطة جدا، من اجمل الحلويات الشرقية ومن اسهل الحلويات طبعا. سهلة وبسيطة وهتعمليها بكل بساطة، وما شاء الله جميلة جدا. والطعم بقى حكاية. بصي، مرملة كده وجميلة قوي وتحفة. ما شاء الله، طعمها لذيذ جدا وطعمها جميل جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ ونشوف هنعمل مع بعض رموش الست ازاي. انا كده عندي اول حاجة جبت طبق وهنزل فيه بكوباية من السكر البودرة، وبعد كده بقى هنزل عليهم بكوباية ونص من السمنة او الزبدة. الوصفة ديت ما ينفعش فيها زيت خالص. تمام. هنزل بكوباية ونص سمنة او كوباية ونص من الزبدة، زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي. وبعد كده بقى هضربهم بالمضرب الكهربائي عندي لغاية لما القوام يبقى ناعم جدا ويبقى كريمي ويبقى لونه فاتح. اهم حاجة لازم نضرب فيها كويس جدا لغاية لما السكر يدوب معايا تماما. وبكده ما شاء الله ضربتهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، القوام كريمي جدا معايا. بعد كده بقى هنزل عليهم باربع بيضات ونص معلقة صغيرة خالص من الفانيليا. وبعد كده بقى هضربهم تاني لغاية لما القوام يبقى حلو كده معايا. وبكده ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده القوام اللي مطلوب معايا بالظبط. بعد كده بقى عندي 4 كوبايات من الدقيق الابيض، طبعا انا نخلاه كويس جدا. وعندي كوباية من دقيق البسبوسة زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. بعد كده بقى نزلت بكوباية دقيق البسبوسة الاول، وبعد كده نزلت ب4 كوبايات الدقيق، وهنزل عليهم بمعلقتين من اللبن البودرة. وبعد كده بقى هنزل عليهم ب3 معالق من جوز الهند. طبعا لو مش متوفر عندك جوز الهند مفيش اي مشكلة خالص. وبعد كده بقى هنزل عليهم بمعلقة كبيرة او معلقتين صغيرين من البودر. وبعد كده بقى هنقلبهم مع بعض كويس جدا. طبعا انا هسيب المعلقة خالص وهبتدي بقى ان انا الم كل المكونات دي كده مع بعض بداية. كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، طبعا انا مش هاجن فيها. انا يدوب بس هلم كده الدقيق مع المواد السائلة معايا زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. طبعا العجينة بتتلم معايا بكل سهولة، انا ما بعجنش فيها خالص. زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده، ما شاء الله كده خلصتها معايا اهي بالطريقة دي. ده شكل العجينة كده معايا. بعد كده بقى هجيب عندي الصواني وهبتدي ان انا اشكل كده رموش الست اهي كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. طبعا زي ما قلت لكم، من اسهل واجمل الحلويات الشرقية اللي انت هتعمليها. اهو زي ما انتوا شايفين كده شكلناها بالطريقة دي. تشكيلها سهل جدا، يعني ما باخدش معاكي وقت خالص. اهو كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي. بعد كده بقى هشكلها كلها زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. طبعا لو العجينة نشفت كده معاكي شوية، او ابتدت يعني العجينة ابتدت كده ان هي تشقق كده معاكي، هتزودي لها زي معلقتين 2 من اللبن او 3 معالق. ويا دوب بس هتلفيهم كده لفة في العجينة، وهتطلع حلوة معاكي جدا، مش هتشقق معاكي ولا اي حاجة خالص. اهو ما شاء الله زي ما انتوا شفتوا كده بالشكل ده. طبعا هي طلعت معايا مظبوطة جدا، محتاجتش اي حاجة. وخلاص خلصت بقى الكمية معايا بالشكل ده زي ما انتوا شايفينها. طبعا عملت صينية كده بالشكل ده، وعملت صينية مدورة. ما شاء الله طلعت تحفة وجميلة جدا. بعد كده بقى عشان ندهن الوش رموش الست كده بالشكل ده، هجيب عندي 2 صفار بيضة وهنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وهدوبهم مع بعض كويس جدا. طبعا الصينية اللي انا عملتها مدورة ديت حبيت ان انا ازينها بأي حاجة. كان عندي بندق كده قسمتها نصين،
وابتديت بقى ان انا ازين بيها كده بالشكل ده. ما شاء الله ادت شكل حلو جدا، وادت طعم كمان، يعني طعم جميل جدا. وكده ما شاء الله زي ما انتوا شفتوا ابتديت ان انا ادهن كده وش رموش الست معايا بالشكل ده. بعد كده بقى هندهنها كلها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده لغاية لما اخلص الكمية اللي موجودة عندي. وبكده تمام بقى، انا خلصتها زي ما انتوا شفتوا كده بالشكل ده. طبعا هدخلها الفرن على درجة حرارة 180. هشغل عليها من تحت ومن فوق، مش هتاخد معايا وقت خالص، وما شاء الله هتطلع متحمرة من فوق ومن تحت، وهتطلع جميلة جدا. نيجي هنا بقى للشربات. انا عندي كوبايتين من السكر، وهنزل عليهم بكوبايتين من المية، وهرفع كده عندي بقى الشربات على النار. اول ما يبتدي ان هو يغلي كده هنزل عليه بنص عصرة ليمونة. وبعد كده ما شاء الله طلعنا بقى رموش الست زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. طلعناها من الفرن ما شاء الله متحمرة من فوق ومن تحت. طبعا انا طلعتها من الفرن، طبعا هي دافية، ما هياش سخنة جدا، وعندي الشربات ساخن. ما شاء الله زي ما انتوا شفتوا كده بالطريقة دي. هبتدي بقى ان انا امسك كده الشربات عندي، وابتدي بقى اشرب كده رموش الست عندي بالشربات بالشكل ده. زي ما قلت لكم الرموش عندي دافية والشربات عندي سخن. اهو كده ما شاء الله. هسيبها بقى عندي على جنب زي 10 دقايق كده لغاية لما تشرب كل الشربات معايا بالشكل ده. هنيجي بقى على الصينية اللي احنا عملناها ورموش الست اللي هي المدورة، برضو هبتدي ان انا اسقيها كده بالشربات. ما شاء الله يعني من نجاحها. طبعا بتشرب عندي الشربات كده ما شاء الله على طول، يعني ما بتاخدش وقت. وزي ما احنا عملناها كده بالطريقة دي حلوة قوي، زي ما قلتلك اسهل واجمل طريقة حلويات شرقية ممكن تعمليها. ما شاء الله وشها بيلمع وحلوة جدا زي ما انتوا شفتوا كده. ده الشكل النهائي. طبعا انا عندي فستق مجروش. هبتدي بقى ان انا ازين كده رموش الست عندي بالفستق كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طبعا بيدي شكل حلو جدا في التقديم، وطعم جميل جدا. او زي ما انتوا شفتوا كده اسهل واجمل رموش الست عملناها، ما خدتش معانا وقت خالص، وان شاء الله هتعجبك وتجربيها.